ايه ده؟ انت مريض ايدز؟ لا انا مش هتعامل معاك. لا اصلا ده مرض معدي، انا مش هتعامل معاك. ايه يا جماعه ده؟ مفيش حاجه اسمها كده خالص خالص. مرض الايدز كنا عارفين زمان ان هو بينتقل عن طريق العلاقات الجنسيه الغير شرعيه، بس هو بينتقل عن طريق الدم. بس تعرف ان دم مريض الايدز لو جه على ايدك ممكن ما يعملكش اي حاجه، لو انت مفيش في ايدك اي خدش او اي جرح او اي حاجه تسبب لك ان الدم يدخل جوه جسمك ويعمل تلامس. تعرف ان انت لو لمست دم لمريض ايدز ممكن ما تلاقيش فيه فيروس الايدز اصلا، لان فيروس الايدز بدل خرج بره الجسم نقطه الدم بتاعه مش بتعيش غير دقيقه واحده على الاسطح. نركز شويه، دقيقه واحده على الاسطح، يعني لو الدم ده سبته انت لحظه بعد كده مسحته مش هيجرولك اي حاجه، لان بعد الدراسات والابحاث اثبت ان الدم ده بتاع فيروس ايدز بيقعد دقيقه واحده على الاسطح. يا ريت ما نخافش من اي حاجه، وقبل ما نحكم على اي عيان باي حاجه نقرا الاول ونسمع ونعرف ونعيشها صح. لو استفدت من الفيديو لايك وشير وسبسكرايب.